هو الحقيقة واحد بيقابل شخصيات كتير في حياته يعني، بس مفيش شخصية يعني أرخم من اللي أنت ممكن تقابلها أكتر من اللي هو إيه، تلاقيه كده سيء. يعني أنت قاعد في حالك تعبان ميت متضايق مخنوق، لواحد كده جاي لك من بعيد قال لك مالك؟ هتقول له لا والله يا معلم مفيش حاجة وبتاع، يقول لك لا لا لا، أنت شكلك مخنوق، أنت شكلك مخنوق، احكي لي، بص بص احكي لي، بص احكي لي، بص احكي لي، احكي لي، بص احكي لي. هو بيبقى عنده فضول هيموته. المهم تحكي له، تقول له والله يا معلم حياتي صعبة ومعيش فلوس وسايب البيت ومتخانق مع أمي وبسقط ومش لاقي شغل وأبويا بيطفي السجاير تحت باطي. تقعد تهول له في الموضوع وتحكي له حاجات كتير، في الآخر يقول لك معلش. معلش إيه يا معلش إيه؟ معلش يا ابن الكلب، ده أنت غريب. أقسم بالله تبقى مثلا تعبان، والله اصل انا يعني هعمل ايه انا بمعلش؟ انا هعمل ايه بمعلش؟ انت اما تمعلشين انا هعمل ايه بمعلشتك؟ يعني مش هعمل حاجه صح؟ طيب تلاقيه جاي لك وانت تعبان برضه، وانت تعبان وانت عيان، فيقول لك مالك؟ تقول له تعبان، يقول لك مالك؟ قول لي مالك، قول لي قول لي مالك. تقول له والله يا معلم بص انا بعدي برد ومش بعرف اتنفس وجسمي مكسر وسخن ودرجه حرارتي 60 ومتشقلب وراقد في السرير والدنيا صعبه. فيقول لك ايه ده بجد والله كل ده؟ تقول له اه والله يا صاحبي ده معلش. تصدق بقيت كويس يا ابن اللعيبه؟ ايه ده، انت جامد جدا. إيه؟ اديني واحده معلش تاني. ايه ده؟ هوبا هوبا الفتنس رجع، صحتي رجعت تاني. ده انت بني ادم ابن، ده انت غبي، انت غبي. واللي برضه في شخصيات تانية سخيفه جدا اللي هي ايه، يجي يقول لك مالك وانت ما فيش، انت مبسوط والدنيا تمام، فيجي يقول لك مالك، تقول له والله ما فيش، يقول لك لا انت متضايق. يا عم والله العظيم ما متضايق، انت متضايق يا عم وربنا ما متضايق، انت هتضايقني ليه؟ ده انتوا ناس غريبه جدا. ربنا يعافينا، ربنا يعافينا بجد والله. السلام عليكم.